السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي مادة الماث. أهلا وسهلا بكم في درس جديد أو الدرس الأول من دروس مادة الماث. إن شاء الله تكون سنة سعيدة عليكم يا رب. أول درس في مادة الألجبرا. طبعا احنا عارفين إن المادة أو الماث السنة دي متقسمة لألجبرا وستاتستكس وجيومتري. احنا نبدأ في الالجبرا بيتكلم عن حاجة اسمها the square root of perfect square. يعني احنا هنفتكر مع بعض السكوير روت. اللي هو السكوير روت بيكون الرمز بتاعه بالشكل دوت. ده معناه البوزيتيف سكوير روت اوف ا نمبر. يعني ما اقول لك مثلا السكوير روت بتاع 25، يعني ايه الرقمين اللي لو عملت لهم تايمز بعض يدوك 25. عندي اقول له 5، يعني اقول له كده 5 تايمز 5 ايكوال 25، وبرده نيجاتيف 5 تايمز نيجاتيف 5 ايكوال 25. فالسكوير روت بتاع 25 هو ال 5 والنيجاتيف 5. طيب لو جالي مسألة زي كده بيقول لي ايه نيجاتيف السكوير روت بتاع 25، طالما النيجاتيف بره احطها عادي زي ما هي واقول له ايه ايكوال نيجاتيف 5. تمام. طب ما يقول لي بوزيتيف او نيجاتيف السكوير روت بتاع 25 اقول له برده بوزيتيف او نيجاتيف الايه ال 5. الوحيده اللي مش هينفع احلها لو جيت قلت له السكوير روت بتاع نيجاتيف 25، هتقول لي كده there is no square root there is no square root of a negative number. يعني ما فيش رقمين تعمل لهم تايمز بعض ويدوك ايه نيجاتيف 25 وينفع تجيب لهم السكوير روت بتاعهم. طيب اما يجي يقول لي السكوير روت بتاع الزيرو، قلنا السكوير روت اوف زيرو ايكوال زيرو. طب اما يجيب لي كده يقول لي السكوير روت بتاع الاي سكوير، معناها ده بيديني الابسوليوت فاليو للاي. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ يعني لو جيت قلت لك عايزين نجيب السكوير روت لل3 سكوير، ده معناه ان بنقول كده ان السكوير بيروح مع الروت مع السكوير اللي هو تو ذا باور 2 بيروح مع الايه مع الروت، فهيسيب لك الابسولوت فاليو بتاعت 3. يعني هيسيب لك 3. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ يعني لو كان نيجاتيف 3 تو ذا باور 2، معناها كده بتقول ايه؟ طالما ده سكوير وده عايز السكوير روت، بنقول ان السكوير بيروح مع الروت ويطير لك كمان النيجاتيف. ليه يا مستر الكلام ده؟ لان انت عارف من السنه اللي فاتت ان انت تقول يا مستر انت لسه قايل لي ما ينفعش اخد سكوير روت لرقم نيجاتيف. ما هو ده مش رقم نيجاتيف. يعني ما اقول لك نيجاتيف 3 تو ذا باور 2 معناها مش رقم نيجاتيف. تمام. يعني معناها كده نيجاتيف 3 تايمز نيجاتيف 3 معناها السكوير روت بتاع ال9 اللي هتديك كام؟ 3. تمام. طيب ساعات بيطلب منك سؤال يقول لك ايه find the square root by factorization، او يقول لي find the square root without using the calculator. هو انا ينفع اجيب السكوير روت بطريقه تانية غير ان انا استخدم الكالكوليتر؟ ان انا اجيبه بحاجه اسمها الفاكتورايزيشن. طب كنا بنعمل الفاكتورايزيشن ازاي؟ عندك رقم زي ده 441، اشوفه بيقبل الاسم على مين. يعني لازم يقبل الاسم على برايم فاكتور او على برايم نمبر. يعني شوفه بيقبل الاسم على 2 او divisible by 2 ولا divisible by 3 ولا divisible by 5. شوف هيعمل divisible by كام. طيب قال لك من ضمن الرولز اللي احنا خدناها واحنا بنعمل فاكتورايزيشن، انت لو جيت تعمل اديشن للفور والفور وال1، يعني لو جيت تعمل اديشن للديجيتس بتاعت النمبر ده، يعني لو جيت قلت 4 بلس 4 ايكوال 8، 8 بلس 1 ايكوال 9 ايكوال ايه 9، يبقى مجموع الديجيتس اللي عندك بيساوي 9. طب ال 9 ديفيزبل على كام؟ هتقول لي 9 ديفيزبل على 3، يبقى ده هو الرقم اللي هتبدا عليه الاول. تمام. 441 ديفيزبل باي 3 هيدينا كام؟ هيدينا 147 147. طيب لو عملنا بلس 1 بلس 4 ايكوال 5، 5 بلس 7 ايكوال 12، ال 12 برضه divisible by 3 هيدينا بعد كده 49. طب ال 49 divisible على كام؟ على 7. طيب اقول له 7 divided 7 equal 1. سوري 49 divided 7 equal 7، 7 divided 7 equal 1. طيب خلي بالك بقى، عندي 2 3 هاخد منهم 3 واحدة، وعندي 2 7 هاخد منهم 7 واحدة، وبعد كده اعمل 3 تايمز 7 هيدينا 21. هو ده السكوير روت بتاع ال 441 without using the calculator. طيب بعد كده بناخد حاجة اسمها ذا كيوبيك روت. ذا كيوبيك روت بجيبه ازاي؟ ان انت لو انت عندك 3 ديجيتس بتعمل لهم تايمز بعض وبيدوك رقم، فبسمي انا الرقم اللي تلاقي ده اللي هو 64 بسميه بيرفكت كيوب. بسميه كده ايه؟ بيرفكت كيوب. يعني انا بسميه بيرفكت كيوب. يعني ايه بيرفكت كيوب؟ جاء عن طريق ان انا عملت تايمز او عملت مالتيبليكيشن ل 3 ديجيتس زي بعض في بعض. زي بالظبط ال 8 ايكوال 2 تايمز 2
تايمز 2. فانا بسمي ال 8 بسميها بيرفكت كيوب. ليه بيرفكت كيوب يا مستر؟ علشان 2 تايمز 2 تايمز 2 يعني حصلت على ال 8 عن طريق ان انا عملت تايمز لثلاث ارقام زي بعض في بعض. تمام. طيب البيرفكت كيوب بنجيب له حاجه اسمها الكيوبيك روت. الكيوبيك ايه؟ روت. يعني ايه يا مستر؟ يعني عشان ترجع الرقم لاصله، او عشان تجيب الثلاث ارقام اللي اتضربوا في بعض وادولك، او اللي اتعملوا ملتبليكيشن في بعض وادولك الرقم، او ادولك البيرفكت كيوب، بنجيب له حاجه اسمها الكيوبيك روت. فبنرمز له ازاي؟ خلي بالك بنعمل له كده العلامه زي بالظبط السكوير، بس لازم هنا نحط 3. لازم هنا تحط 3 طالما كيوبيك روت، لازم تحط 3. تمام. بقول لك مثلا لو عايزين الكيوبيك روت بتاع ال 64 هتقول لي ايه؟ الكيوبيك روت بتاع ال 64 يعني 3 ديجيتس او 3 نمبرز لو عملت لهم تايمز بعض بيدوك 64 اللي هو مين؟ الفور. طيب. طيب في هو بالنسبه للنيجاتيف يعني ينفع اقول عايزين الكيوبيك روت، الكيوبيك روت لنيجاتيف 64؟ قال لك اه ينفع. تمام. هيديك نيجاتيف 4. ليه يا مستر؟ انت كنت لسه قايل لي في السكوير روت ما ينفعش اجيب سكوير روت له نيجاتيف. هنا ليه ينفع؟ يعني انا لو قلت لك ايه؟ نيجاتيف 4. طيب معنى كده ان انت بتقول لي كده ان النيجاتيف 4 لو ضربتها في نفسها ثلاث مرات هيديك نيجاتيف 64. تعال نشوف. نيجاتيف 4 تايمز نيجاتيف 4 تايمز نيجاتيف 4. نيجاتيف تايمز نيجاتيف ببوزيتيف، يعني نيجاتيف 4 تايمز نيجاتيف 4 ببوزيتيف 16. بوزيتيف ايه؟ 16. 16 تايمز نيجاتيف 4 هيدينا نيجاتيف 64. ليه؟ لان ده رقم بوزيتيف تايمز رقم نيجاتيف هيدينا رقم ايه؟ نيجاتيف. يعني ينفع اقول كده you can find the cubic root for a negative number اهو. you can find a cubic root for a negative number. يعني it is possible ان انت to find a negative root for a negative cubic root for a negative number. يعني ممكن تجيب الكيوبيك روت for a negative number. طيب هو هيعمل لك ايه هنا؟ هيسمي لك الرقم او النمبر اللي هتحط تحت الكيوبيك روت هيسميه rational number ويقول لك find the cubic root of the rational number. طيب انا لو جيت قلت لك هات لي الكيوبيك روت بتاع ال8، هل ال8 it is rational number؟ yes. هتقول له ال8 is a rational number. ليه؟ هتقول له because it can be written in the form of 8/1. يعني ممكن اكتبه على شكل ايه؟ fraction. تمام. فاقدر اجيب له الكيوبيك روت هيبقى ايه؟ 2/1 which is ايه؟ 2. يبقى you can find the cubic root of a rational number which is a rational number. يعني الكيوبيك روت بتاع الراشونال نمبر بيطلع لك برضو ايه؟ rational number. طيب نيجي لملاحظة مهمة جدا. بيقول لي the cubic root of a cube. يعني الكيوبيك روت لرقم او لنمبر، والنمبر ده to the power 3. طيب خلي بالك الباور بتتقسم على الرقم 3 او بتعملها ديفيجن على الرقم 3. يعني كأنك بالظبط بتقول ايه؟ a بتساوي a to the power 3 over 3 اللي هي which a to the power 1 اللي هي هتديك ايه. علشان كده بقول لك لما يكون عندك كيوبيك روت وعندك to the power 3 بنقول كده ان الكيوب او ان الباور 3 بيروح مع الكيوب ويسيب لك الايه لوحدها. طيب طب افرض بقى ان الرقم اللي تحت الكيوبيك روت عليه باور، والباور دي اي رقم مش شرط 3 او مش شرط 2 او مش شرط اي رقم. فبيقول لك ايه؟ بتاخد الرقم اللي على الباور تعمل له ديفيجن على الايه؟ على ال 3 اللي فوق الايه؟ الروت. يعني ايه يا مستر؟ يعني انا لو جيت قلت لك عايزين نجيب الكيوبيك روت ل a to the power 6 ل a to the power 6. طيب خلي بالك هقول له كده بتساوي ايه او ايكوال ايه، وتاخد ال6 تعمل لها ديفايد للايه؟ لل3 اهي 6 اوفر 3. اوعى تكون مش عارف ان لما تعمل 6 فوق وتحت 3 كده اعمل لها ديفيجن. يعني انت كده الفراكشن كانه بالظبط بتقول ايه؟ ديفيجن. يعني بقول لك هنا لما تعمل 6 ديفايد 3 بتتكتب بالشكل ده. يبقى ايه بالظبط؟ طب 6 اوفر 3 بكام؟ اللي هو 6 ديفايد 3 اللي هي ب2. يبقى ايه سكوير او a to the power 2. طيب هنا بيقول لي السؤال اللي بعد كده using the factorization to find the cubic root. طيب خلي بالك وانت بتعمل factorization هنعمل، بيقول لك عايزين نجيب الكيوبيك روت بس واحنا من غير ما نستخدم الكالكوليتر نجيب على طول الايه؟ نعمل factorization. طيب خلي بالك هتقول لي يا مستر وانا بعمل فاكتورايزيشن بشوف الرقم اللي عندي او النمبر اللي عندي ديفيزبل على اي ارقام برايم. يعني اول رقم عندي برايم اللي هو 2 وبعد كده 3 وبعد كده 5 وبعد كده 7 and so on. طيب هل الرقم اللي عندي ده ديفيزبل باي 2؟ كانت في رول بتقول لي ايه؟ تبص على الرقم اللي موجود
في الوانز. لو هو ايفن يبقى الرقم كله ايفن، يعني ده ايفن ولا اود، الرقم ده ايفن ولا اود، يعني فرد ولا زوجي. لا، تقول لي الرقم ده ايفن زوجي. ليه يا مستر زوجي؟ علشان ال6 اللي موجوده في الوانز ده رقم ايفن، رقم زوجي. طيب فبالتالي الرقم ده زوجي او ايفن، فبالتالي هيكون ديفيزبل باي ايه؟ باي 2، ديفيزبل باي 2. تمام. وتقول له كده 2 divided 2 equal 1. 2 divided 2 equal ايه؟ 1. بعد كده تقول له 1 divided 2 ما ينفعش، عشان كده احط ايه؟ 0. وبعد كده تاخد ال 16 على طول. 16 divided 2 equal 8 equal 8. وبعد كده ترجع تعمل divided 2 تاني، عشان ده برضو ايه؟ even number. تمام. تقول له كده 10 divided 2 equal 5. 8 divided 2 equal 4. وبعد كده ده برضو even، هتعمل divide 2 تاني. 5 divided 2 equal 2، لان 2 times 2 بايه؟ ب 4، ويبقى معانا 1. ال1 هيتحط هنا ب 14 divided 2 equal 7. ال7 بقى مش even، فهيبقى divisible by ايه؟ by 3. ليش اشمعنى divisible by 3؟ عشان انت عارف ان 3 times 9 ب 27، يبقى 27 divided 3 equal 9، وال9 divisible by 3. 9 divided 3 equal 3، و3 divided 3 equal 1. طيب هنا عندك كام 2؟ عندك 3 2s، تاخد منهم 2 واحدة. وهنا عندك كام 3؟ عندك 3، تاخد منهم 3 واحدة. والاخر تعمل لهم تايمز في بعض. 2 times 3 equal 6. يبقى الكيوبيك روت بتاع 2 116 is 6. تمام. اقول له كده so او therefore the cubic root of 216 equal 6. equal ايه؟ 6. طيب عايزين نجيب الكيوبيك روت بتاع نيجاتيف 8 over 125. طيب ناخد ال 8 ونعمل لها فاكتورايزيشن. ال 8 ده even number، يبقى divisible by 2 هيدينا 4. ال 4 divisible by 2 هتدينا 2. ال 2 divisible by 2 هتدينا 1. عندي كام 2 دلوقتي؟ عندي 3 2، هاخد منهم 2 واحدة. تمام. يبقى الكيوبيك روت بتاع ال 8 equal 2. طيب الكيوبيك روت بتاع ال 125 اعمل فاكتورايزيشن. اعمل ايه؟ فاكتورايزيشن. تمام. طيب الفاكتورايزيشن هتلاقي ان الرقم ده divisible by 5. 125 divided 5 هيدينا 25. 25 divided 5 equal 5. 5 divided 5 equal 1. عندي كام 5؟ عندي 3 5، هاخد قصدي منهم 5 واحد. يبقى الكيوبيك روت بتاع الرقم اللي عندي ده هي equal، بس ما تنساش النيجاتيف، نيجاتيف 2 over 5. نيجاتيف 2 over ايه؟ 5. طيب تعالوا نحل بعض الأسئلة. بيقول لي الكيوبيك روت لإيه بتساوي نيجاتيف 5؟ يعني إيه الرقم اللي اتحط تحت الكيوبيك روت ويدينا نيجاتيف 5؟ يعني إيه يا مستر الكلام دوت؟ يعني أنا عشان أشيل مشكلة إن أنا إيه بتتحل بكذا طريقة. أنت ممكن تكون عارف إن النيجاتيف 5 دي لو عملت لها تايمز في نفسها 3 مرات، لو جيت قلت نيجاتيف 5 تايمز نيجاتيف 5 تايمز نيجاتيف 5 هتديك كام؟ ما تنساش ان هي عايزه تتضرب في نفسها 3 مرات. اول حد تقول لي رقمين هتدينا نيجاتيف 125. 125. طيب خلي بالك هي بتتحل بطريقه تانية. ممكن تقول لنفسك انا مشكلتي في الايه في الكيوبيك روت دوت، انا عايز اطيره علشان اعرف اجيب اللي تحته بس. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ يعني انت لو جيت قلت كده نيجاتيف سوري كيوبيك روت، وقمت عاملها تو ذا باور 3. تو ذا باور ايه؟ 3. تمام. ايكوال نيجاتيف 5 برضو تو ذا باور 3. انا ما عملتش حاجه، انا عملت باور 3 الناحيه دي وباور 3 الناحيه دي. ايه اللي هيحصل؟ هنقول ان الباور 3 هيضيع الكيوبيك روت ويسيب لي الايه؟ الرقم اللي انا عايز اجيبه. ايكوال نيجاتيف 5 تو ذا باور 3. ممكن تجيبها على الكالكوليتر اهي. نيجاتيف 5 تو ذا باور 3 هيساوي كام؟ نيجاتيف 125. تمام. يبقى الرقم اللي هنا نيجاتيف 125. ده بالنسبة للإيه؟ للجزء الأول. نيجي للسؤال التاني. بيقول لي إيه؟ خلي بالك من العلامة اللي فوق الروت نفسه. هنا بيقول لك سكوير روت مش كيوب. طالما ما حطلكش رقم يبقى ده سكوير روت. طب السكوير روت بتاع الفور كام؟ هتقول له السكوير روت بتاع الفور 2 ماينس السكوير روت بتاع النيجاتيف 8. هو فيها قصدي الكيوبيك روت بتاع النيجاتيف 8. هو فيها مستر كيوبيك روت لرقم نيجاتيف. ينفع اجيب كيوبيك روت لرقم نيجاتيف اللي هو يطلع لي نيجاتيف 2. نيجاتيف ايه؟ 2. خلي بالك
2 ماينس نيجاتيف 2. 2 ماينس نيجاتيف 2 قلنا ان الماينس بتبقى تأثيرها قوي، فبتخش تغير الساين اللي قبلها. يعني هنا ماينس، النيجاتيف ساين دي هتطلع تخليها بوزيتيف، كأنك بالظبط بتقول 2 بلس 2 which is 4 which is ايه 4. تمام، يبقى الناتج بتاعك هيبقى 4. حبيت تتأكد من الكالكوليتر بتاعتك عادي خالص، مفيش أي مشكلة. قول لي كده السكوير روت بتاع 4 ماينس الكيوبيك روت اللي هي شيفت، سوري معلش أنا غلطت، هنقول كده إيه السكوير روت بتاع 4، نطلع كده ونقول له ماينس الكيوبيك روت بتاع نيجاتيف 8، هيطلع كام؟ 4 زي ما احنا حليناها اهي. تمام. بعد كده بيقول لي عايز يجيب السكوير روت بتاع نيجاتيف 7 سكوير ماينس الكيوبيك روت لنيجاتيف 7 تو ذا باور 3. واحد هيقول لي يا مستر انت مش قايل لي ان ما ينفعش احط رقم نيجاتيف تحت السكوير؟ تمام مظبوط، اقول له كلامك صح، بس مين قال لك ان الرقم ده نيجاتيف؟ ازاي يا مستر، ما هو نيجاتيف 7 بس اقول لك يا حبيبي دي مرفوعه الباور 2، ما هي معنى ان هي تو ذا باور 2 معناها ان هي بقت بوزيتيف، يعني كانك بالظبط بقول ايه نيجاتيف 7 تايمز نيجاتيف 7 اللي هتديك كام؟ بوزيتيف 49. يعني ايه يا مستر الكلام اللي انت بتقوله ده؟ اهي مش هي نيجاتيف 7 تو ذا باور 2؟ فاكر زمان لما خدنا الرول بتاعه الباور وقلت لك لو انت عندك الرقم نيجاتيف اللي هو البيز بتاعك، البيز يعني الاساس اللي تحت، البيز نيجاتيف والباور بتاعتك رقم ايفن، رقم زوجي، كأن النيجاتيف دي مش موجوده، كأن النيجاتيف دي مش موجوده. اهي دي الرول اللي احنا كنا شغالين عليه. تمام. طيب فبقول لنفسي كأن دي بالظبط ايه مش موجوده. طيب كأن يعني الرقم ده هيبقى كام يا مستر؟ اهو كأن بالظبط بقول نيجاتيف 7 تايمز نيجاتيف 7 اللي هتديك ايه 49. يبقى السكوير روت بتاعها بكام؟ السكوير روت بتاعها ب 7، لان 7 تايمز 7 ب 49. طيب نروح بعد كده للرقم التاني، بيقول لي ماينس الكيوبيك روت لنيجاتيف 7 تو ذا باور 3. نيجاتيف 7 تو ذا باور 3 قلنا لما يكون عندك الكيوبيك روت بيروح مع الباور 3، يعني هنا باور 3 هتروح مع الكيوبيك روت هتضيعها، الاتنين هيطيروا مع بعض، وهيسيب لك نيجاتيف 7 لوحدها، هيسيب لك نيجاتيف 7 ايه لوحدها. يبقى اقول له كده دي يبقى المسألة عندي بقت ايه 7 ماينس نيجاتيف 7. 7 ماينس نيجاتيف 7 اللي هتدينا كام؟ كأن بالظبط بقول 7 بلس 7 اللي هتديك 40. طيب تعالى نعملها على الكالكوليتر عشان نتأكد منها. هنا بيقول لي الايه السكوير روت بتاع نيجاتيف 7 سكوير ماينس الكيوبيك روت بتاع نيجاتيف 7 تو ذا باور 3 هيدينا كام؟ قال لي ماس ايرور، يبقى في حاجة عملناها غلط. طيب لو حبينا نعملها على الكالكوليتر هنعملها بأقواس بالشكل ده كده. هنقول السكوير روت بتاع نيجاتيف 7 سكوير ماينس الكيوبيك روت بتاع نيجاتيف 7 تو ذا باور 3 هيدينا ايه 14. بس أهم حاجة نعمل الأقواس تحت الايه تحت الروت علشان تطلع صح. طيب نيجي للسؤال رقم 4. بيقول لي اف الكيوبيك روت بتاع الاكس بتساوي السكوير روت بتاع الفور. طب دي تتحل ازاي؟ مثلا لازم الاول تقول لنفسك كده لازم اجيب السكوير روت بتاع الفور اللي هو يطلع كام 2. يبقى المسألة بتاعتك بتقول لك يا ترى ايه الكيوبيك روت بتاع الاكس بيساوي 2، يعني ايه الرقم اللي هيتحط تحت الكيوبيك روت بتاع الاكس عشان يديك 2. طيب احنا اتفقنا علشان تطير الكيوب روت او عشان تطير الكيوبيك روت لازم تخليه تو ذا باور 3. تو ذا باور ايه 3. ليه بعمل كده يا مستر؟ علشان اقدر اجيب الاكس لوحدها. يبقى الكيوبيك روت هتروح مع الايه مع الباور 3 وتسيب لك الاكس لوحدها. تمام. يبقى الاكس ايكوال 2 تو ذا باور 3 معناها 2 تايمز 2 تايمز 2 اللي هي الاكس هتساوي كام في الاخر؟ ال 8. تمام. طيب تعالى على المسألة دي عشان دي مهمة شوية. بيقول لي ايه السكوير روت بتاع اكس تو ذا باور 4 بيساوي الكيوبيك روت بتاع كام؟ طيب صح معايا كده. انت عارف ان السكوير روت كأنك بالظبط بتقول فيه 2 هنا. تمام. طيب واتفقنا خدنا رول من شويه سواء كانت مع السكوير روت او مع الكيوبيك روت ان انت عشان تجيب الاكس لوحدها او تجيب ما تطلعها من تحت الروت بتاخد الرقم اللي على الباور تعمل له ديفيجن على الرقم اللي هنا، كانك بالظبط هتساوي اكس اوفر 4 ديفايدد ايه ديفايدد 2. تمام. طيب اكس تو ذا باور 4 اوفر 2 اللي هي اكس تو ذا باور 2 اكس تو ذا باور ايه 2 ايكوال كام؟ يعني هحط هنا كام؟ طيب طيب علشان تجيب الرقم اللي تحت الاكس او تحت السكوير اللي تحت الكيوبيك روت
فانت مضطر تعمل ايه هنا؟ هتقول لي هخلي ده تو ذا باور 3، وزي ما عملت هنا ارجع للتاني ده برضه اخليه تو ذا باور 3. طيب ايه اللي هيحصل؟ ان الباور 3 هتروح مع الايه، مع الكيوبيك روت، وتسيب لك الايه، السبيس لوحده. وبعد كده هنا هيبقى اكس تو ذا باور 2، كل ده تو ذا باور 3. لما يكون عندك اتنين باور فوق بعض بتعملهم تايمز لبعض، اكس تو اكس تو ذا باور 2 تايمز 3 اللي هي بكام؟ باكس. يبقى انت عندك الاكس تو ذا باور 6. يبقى بالظبط كأنك الرقم ده اللي هو الاكس سكوير ايكوال الكيوبيك روت لاكس تو ذا باور 6. تمام. انت لو جيت تقول اكس تو ذا باور 6 هتاخد ال 6 تعمل لها ديفايد 3 اهي، تبقى اكس تو ذا باور 6 اوفر 3 اللي هتديك اكس تو ذا باور ايه 2 اللي هي موجود الناحيه دي. تمام. وبكده نكون خلصنا اول جزء في الدرس الاول. اتمنى يكون الشرح عجبكم، ونشوفكم في الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.